بيقولوا إن الطاووس من الحيوانات اللي مش هتدخل الجنة. لو عايز تعرف إيه السبب كمل الفيديو. في ناس بتسأل ليه الطاووس مش هيدخل الجنة، ودي جاية من شوية أحاديث أو روايات بتتكلم عن الطاووس إنه كان مغرور بنفسه جدا وشايف نفسه بسبب جماله، فبقى رمز للغرور والتكبر. وعلشان كده في بعض الروايات بيتقال إنه مش هيدخل الجنة، مش عشان هو طاووس، لكن لأن الغرور والتكبر صفات مش كويسة وممكن تمنع الناس من دخول الجنة لو ما تابوش عنها. بس برضو لازم نعرف إن مش كل الروايات دي صحيحة أو مؤكدة، وفي علماء بيقولوا إنها ضعيفة أو مش مقصود بيها المعنى الحرفي، يعني ممكن تكون بس للتعليم أو التوجيه. فاللي مهم مش الطاووس نفسه، المهم إن الإنسان يتعلم إن التكبر والفخر بالنفس مش صفات كويسة، وربنا بيحب المتواضعين. خليني أحكي لك قصة ورواية اتقال فيها الموضوع ده. في رواية مشهورة من القصص اللي اتكلمت عن الطاووس والتعبان في الجنة، وبتقول إن بعد ما ربنا خلق آدم وإبليس رفض يسجد له، اتطرد من الجنة. إبليس كان بيحاول يرجع يدخل الجنة بأي طريقة علشان يوسوس لآدم وحواء. الرواية بتقول إن إبليس اتقرب من الطاووس وقال له إن يدخله الجنة من غير ما حد يعرف. فالطاووس خد إبليس وطلب من الحية إنها تساعده، فالحية وافقت وخبت إبليس في بطنها ودخلت بيه الجنة. ولما إبليس دخل وسوس لآدم وحواء وأكلوا من الشجرة، فربنا غضب عليهم وأنزلهم من الجنة. وبسبب الموقف ده بيقال إن ربنا عاقب الطاووس والثعبان اللي هي الحية، اتعاقبت إنها تمشي على بطنها ويبقى السم في أنيابها. والطاووس اتقال إنه اتطرد من الجنة ومش هيرجع لأنه ساعد إبليس بدافع الغرور. يعني الخلاصة، القصة مش مؤكدة ومفيش حديث صحيح بيقول إن الطاووس مش هيدخل الجنة، لكن اتخذت كرمز للغرور علشان شكله الجميل، فبقى الناس بتستخدمه في الكلام عن التكبر. لكن المهم نعرف إن الرواية دي مش حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومش موجودة في الكتب المعتمدة زي صحيح البخاري أو مسلم.